يعني عمليا البلد في مأزق. لذلك فإن نقابات العمال ورجال الأعمال والأحزاب السياسية تطالب بالحوار وباسترجاع مناخ الثقة، لأنه في صورة عودة مناخ الثقة قد تعيد تونس ما وقع في سنة 86-87 بعد أزمة خانقة واللجوء لأول مرة لصندوق النقد الدولي وتخفيض العملة لأول مرة في حكومة رشيد صفر في آخر عهد بورقيبة. وقع عفو جبائي عام ووقعت إجراءات لصالح رجال الأعمال، تخفيض الضرائب. ففي ظرف أشهر تونس حصلت من رجال الأعمال في الداخل ومن جاليتها في الخارج على تمويلات كبيرة، وهذا شجع الصناديق العالمية على تقديم دعم وتشجيع الاستثمار في تونس بعد اعتماد إجراءات شفافية. حصل هذا كذلك في السنوات الأولى بعد التغيير أو بعد ثورة 2011. أقبل رجال الأعمال التونسيون في الخارج وعرضوا استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار، لكنهم اشترطوا الشفافية. ففي صورة تنظيم مفاوضات بعيدا عن التهريج وعن الكاميرا وعن مزايدات النقابات التي أربكت الاقتصاد التونسي في العشرية الماضية بعشرات آلاف الإضرابات كما يقول الرئيس السابق المنصف المرزوقي، إذا وقع حوار ووقع تفاوض ممكن أن تخرج تونس من أزمتها بسرعة. ثم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اشترطت على صندوق النقد الدولي وعلى البنوك الاستثمار تقديم الدعم والقروض التي تستحقها تونس مؤقتا بالعودة إلى المسارين البرلماني والديمقراطي واعتماد شفافية. وليس هناك حكومة في العالم تعطي أموالا وتعطي قروضا لبلد ليس فيه برلمان، لأنها تريد استرجاع تلك الأموال. فالآن هناك ضغوطات من قيادات منظمات رجال الأعمال، النقابات، الأحزاب السياسية لدفع الأمور مجددا نحو الحوار أو التفاوض إما العلني أو بعيدا عن الكاميرا، حتى تسترجع الثقة بين السلطات والمستثمرين في الداخل والخارج، لأن المستثمرين في الخارج يأتون عندما يكون لديهم شركاء في الداخل. أما إذا كانت هناك أزمة ثقة وشيطنة لرجال الأعمال في الداخل فإن رجال الأعمال والمستثمرين لا يأتون من الخارج. ثم إن تصنيف موديس لا يشمل الحكومة فقط ولا يشمل البنك المركزي فقط، ولكن يشمل كذلك 5 من كبرى البنوك التونسية التي تجبر منذ أعوام على تقديم قروض للدولة لا يقع تسديدها، ووقع تأجيل تسديد تلك الديون إلى 2033، وهذا جعل موديس تصنفها بدورها تصنيفا سلبيا. نعم.